مساء الخير. حبيت نشرح لكم الشروط اللي حطتها الحكومة الإيطالية وبالنسبة للناس اللي باش يجوا بعقد عمل إلى إيطاليا عن طريق قانون ديكريتو فلوسي 2023-2024. البارح الحكومة صادقت بالأغلبية على أنه خلاص راح يقبلوا يجيبوا لي كونترا 453 ألف كونتراتو، وحددوا الشروط بالنسبة للناس مثلا الواحد باش يجي يخدم في الفلاحة ولا الفنادق ولا السياحة ولا أي يعني من الخدمات هذه، خاص يكون عنده ريجيست تاع كوميرس، يكون عنده الشخص اللي باش يجيب شخص من الخارج لازم يكون عنده ريجيست كوميرس وما يكونش عنده مشاكل قضائية. هذا مش شرطين الاثنين. يعني اي واحد المهم ما يكونش كما قلت عنده كوميرس وما عندوش مشاكل قضائية. اما اللي باش اللي يجيبوا باش يخدموا مثلا في الدار باش يقردي رجل كبير ولا عامل نظافة، الشروط لازم الشروط مش لازم ريجيست دو كوميرس، هذه ما يشرطوش فيها الريجيست دو كوميرس، لكن لازم يكون عنده الشخص هذا اللي باش يجيب واحد من برا يكون عنده ورقة 10 سنوات بيرميسو، عنده ورقة إقامة 10 سنوات بيرميسو، ويكون يعني الدخل تاعو يفوت 25 ألف في العام، يعني الدخل تاعو يكون أكثر من 25 ألف أورو في العام باش يقدر يجيب. ولازم يوفر السكن للشخص اللي باش يجيبه من الخارج باش يخدم عنده، ولازم تكون عنده الدار كبيرة ومتوفرة، يعني متوفر له يعني مثلا غرفة، وتكون الدار يعني ما فيهاش مشاكل ضر بصحة الشخص اللي باش يجيبه يخدم عنده. يعني والعدد يعني مثلا لو كانت عائلة ساكنة لازم تكون الدار عن حسب يعني المتراج تاع الدار يكون كبير باش الشخص هذا اللي باش يجيبوه من الخارج يعني يكون عنده الحق يعني في شومبرا، ويكون يعني الدار تكون نقولوا احنا كبيرة للعدد تاع العائلة. اما اذا كان شخص كبير في العمر وباش يجيب واحد من عائلته مثلا من المغرب ولا تونس ولا اي بلد ثانية وعنده الدار كبيرة ما كاش مشكل وما يحتاجش باش يعمل مثلا كما قلت ريجيست تاع الكوميرس، يعني خاصو فقط يكون المدخول تاعو نقولوا احنا في العام يفوت يعني ما يقلش عن 25 ألف أورو باش يقدر. هذا بالنسبة للأشخاص كما نقولوا احنا باش يجيب واحد يقردي لولاده، ولا نقولوا احنا راجل كبير ولا مرأة كبيرة باش تجيب واحد من البلاد يعني من لا فامية أكيد، ولا أي واحد آخر، ولا واحد إيطالي حاب يجيب واحد تونسي ولا واحد مغربي باش يعاونوا ويوقف معاه. كل هذه مسموحة في القانون الجديد.